مرحبا متابعي قناة أورين 360. وبعد طول غياب عدنا إليكم في رحلة جديدة، وهالمرة وجهتنا نحو منطقة هورمان شمال شرق محافظة السليمانية على الحدود الإيرانية. عنوان الطريق سهل وبسيط، يتوجه إلى الطريق الرابط بين مدينة السليمانية ومدينة حلبجة، ومن ثم نمر ببلدة عربت. وصلنا إلى بلدة كانيبانكا، وهنا راح تكون لنا استراحة ونزور مطعم الفطور الصباحي أو ناني بياني. يتميز ديكور المطعم من الداخل بالشكل التراثي، والجدران مزينة بصور الشخصيات الكردية من فنانين ومثقفين وأدباء. قائمة الفطور منوعة من جمر وزيتون ولبن أو الخاثرة والعسل إلى المخلمة وغيرها من الأكلات. المطعم بإدارة كاكاوى، وهو شخصية معروفة كونه كان إعلامي سابق ورجل ثقافي، والمطعم كائن على الشارع السعيدين في كانيبانكا. أحبتي، عدنا إلى طريق صوب هورمان، وعند الوصول إلى القرب من منطقة سي صادق ثم راح نتجه يمينا، وعند الوصول إلى الدوار أو الفلكة نتجه يسارا، وبهذا نكون على الشارع الحولي خلف سيد صادق نحو منطقة هورمان. هذا الشارع بسايدين وجدا ممتاز، ويغنينا عن سلك الطريق السابق الذي كان بسايد واحد. باتباع القطع المرورية الدالة ستصل إلى بلدة خرمال، واللي هي أول مناطق هورمان بعد مناطق شهرزور، والمسافة الكلية المقطوعة من مدينة السليمانية إلى هذه البلدة هي 70 كيلومتر تقريبا. ومن بلدة خرمال مباشرة توجهنا إلى مصيف أحمد آوى، وهي من المصايف المشهورة في هورمان. هذا المسجد تم بناؤه بالمعمارية الهورامية التقليدية أو التراثية بواسطة الأحجار، وتتميز أيضا هذه العمارة بشبابيكها المقوسة والمطرزة بالألوان المختلفة. وصلنا إلى أحمد آوى، واللي تبعد بحوالي 15 دقيقة عن منطقة خرمال. يتميز مصيف أحمد آوى بأجوائه المعتدلة صيفا، والخضرة الدائمة لبساتينه أسوة بأغلب مناطق هورمان الأخرى، وينبع منها المصدر الأساس لمياه ظلم في الأراضي المنخفضة في شهرزور. يحتوي أحمد آوى على شاليهات وأماكن استجمام مختلفة، ومحلاتها منوعة بين مطاعم وألبسة وتحفيات. شهدت المنطقة في الأعوام السابقة جفافا منقطع النظير، لكن خلال السنين الأخيرة وبسبب المستوى الجيد لسقوط الأمطار أخضرت ربوعها مجددا كالسابق. عدنا إلى الطريق نحو أعماق مناطق هورمان الأخرى. بالطريق نحو منطقة بيارة توجد قريتين حنزورهم، وهي قرية قلب وقرية سرقت. القريتين من أقدم مناطق وقرى هورمان تاريخيا.
هذه هي أطلال قرية قلب القديمة قبل تخريبها وتهجير سكانها قسرا من قبل الحكومة في نهاية السبعينات من القرن العشرين، إذ كانت تحوي قبل تخريبها أكثر من 500 منزلا، ولها سوق قيصري كبير يقصدها سكان هورمان أجمع. واليوم يبلغ سكانها 15 منزلا فقط يعتاشون من الرعي. هذه هي قرية سرقت، والذي يبلغ عدد سكانها اليوم 450 نسمة. وكأغلب قرى كردستان تمت إبادة القرية عام 1978، وفي التسعينات من نفس القرن تم تأهيلها مجددا من قبل أهاليها. هذه القرية قديمة جدا وضاربة في التاريخ، وقد ذكرت في الديانة الكردية القديمة اليارسانية كمسقط الرأس لأحد رهبانها باسم بابا ناوس. ورجعنا إلى الطريق نحو بيارة، والطريق هو بسايد واحد، والطريق مرتفع نسبيا. تأكد من مركبتك أو سيارتك قبل التوجه إلى هذه المناطق المرتفعة. هذه هي بلدة بيارة التي تبعد بحوالي 108 كيلومتر عن محافظة السليمانية، وهي بارتفاع 1100 متر عن مستوى سطح البحر، وهي إحدى بلدات هورمان الكبرى. وهورمان قسمتها الحدود العراقية الإيرانية لتصبح أغلب مناطقها داخل الحدود الإيرانية والباقي في الأراضي العراقية. هورمان لها ثقافة كردية خاصة بها، ولغتها تسمى بالهورامية أو الجورانية، وهي تختلف عن اللهجات الأخرى كالسورانية والكرمانجية والكلهورية. كما تعد هورمان أساس لمولد أولى الديانات التوحيدية، وهي اليارسانية، والمعروفة في العراق بالكاكائية. تحوي بيارة سوقا صغيرا، وتمتاز بمحالها لبيع الأعمال اليدوية من تحف وزينة، وأيضا المنتجات المحلية من ألبان وخضار وأكلات تقليدية. في نهاية السوق يوجد هذا المجرى المائي، واللي يعد شريان الحياة في بيارة، ومنابعها تقع في الأراضي الإيرانية في شرق كردستان. راح نتسلق هذا السفح الجبلي نحو أعالي بيارة، ونستكشف الأماكن الجميلة هناك. وهنا هاي السيدة تحضر أكلة كلانة الهورامية، واللي تتكون من عجينة تفرد على مضض، وتحشى بالبصل الأخضر، ومن ثم تخبز على الساج وتدهن بالدهن الحور قبل التقديم. هذا المجرى المائي قسمت هورمان إلى أراضي عراقية وأخرى إيرانية. تمتاز هذه البقعة من أعالي بيارة بكثرة مقاهيها المختلفة. أحد المقاهي أو الشايخانات وهي تحمل اسم عراق إيران، وهي كدلالة للحد الفاصل بين الدولتين، والمكان جدا خلاب. وهاي هي قهوة الفنان الهورام الكبير عثمان هورامي. طبعا درجات الحرارة معتدلة جدا، والأجواء رائعة في هذه الأجواء الصيفية الحارة. ومنا رجعنا إلى الوادي نحو بلدة بيارة. في الوادي على المجرى المائي توجد أماكن للاستراحة وتناول الطعام، وتستحق زيارتها أحبتي.
أهم معالم بيارة هي مدرسة وجامع وتكية خانقة النقشبندية والواقعة داخل سوق البلدة. تم تأسيس هذه المدرسة الدينية في عام 1889 من قبل الشيخ عمر ضياء الدين. هذه المؤسسة الصوفية كان لها تأثير كبير في سياق الحياة العامة في عموم هورمان. وكان لهذه المؤسسة الدينية الصوفية دور كبير في السلم المجتمعي وتأسيس لدين إسلامي بخصوصية ثقافية كردية. الخانقة يقصدها الطلبة الدينيين من كل بقاع كردستان والعالم الإسلامي لدراسة المعارف الدينية، ويتخرجون منها كفقهاء وملالي. الطلاب فيها يرتدون الزي الكردي كزي رسمي للمدرسة، ويبيتون في الخانقة طول مدة دراستهم فيها. أحبتي، توجهنا إلى سفاري هورمان اللي افتتح جديدا في بيارة. حنزورهم ونخوض جولة رائعة في بساتين ووديان هورمان بواسطة الدراجات النارية. الدراجات حديثة وارتداء وسائل الأمان شرط إجباري. ومنها انطلقت جولتنا نحو بساتين ووديان هورمان. هاي البساتين تسمى ببساتين سان، وهي أقدم بساتين هورمان. كانت الجولة رائعة والأسعار مناسبة جدا، وتلقون بصندوق الوصف موقعهم وتفاصيلهم أحبتي. عدنا أدراجنا نحو بلدة بيارة. التجوال بأحياء ودرابين بيارة يحتاج لها لياقة زينة، فأغاتي إذا ما متأكد من لياقتك أوف هاي الجولة وأقعد لك بمكان في أحسن لك. وهنا راح نتجول بأعماق بساتين بيارة ونتوجه إلى أحد المنازل السياحية ونستعرض لكم إياها أعزائي. هذا المنزل المميز بالمنطقة الوعرة والكثيفة بأشجارها بنيت من قبل شاب بجهود ذاتية فردية لأغراض سياحية، ويتميز بتصميم حديث وملفت في المنطقة. إطلالتها رائعة جدا ومكانها هادئ بسبب بعدها عن مناطق الضوضاء في بيارة. المنزل من الداخل يسع ل10 أشخاص، وبيها المستلزمات الضرورية ومن حمامات ومرافق صحية، والطابق العلوي تقدر تستخدمها للنوم أو للاستجمام. وبصراحة المنظر من الداخل جميل جدا. وأحبتي، لتفاصيل المكان راجعوا صندوق الوصف للفيديو. غروبا عدنا إلى بيارة لتناول وجبة العشاء والاستمتاع بالأجواء الباردة داخل البلدة. طبعا أجواء بيارة في الليل هي جدا معتدلة، وهي أجواء متوسطية بامتياز.
وهنا تمثال الفنان القدير عثمان هورامي، والذي له منزلة خاصة لدى الكرد والهوراميين على وجه الخصوص. أحبتي، احنا اليوم بضيافة أحد الأصدقاء الهوراميين، ودنا نتوجه لبيته اللي هو أحد البيوت القديمة جدا في منطقة بيارة. وبدينا يومنا الثاني في هورمان بالريوق الهورامي في مطعم كلاني خانم والكائنة في بداية بلدة بيارة. أجواء المطعم والديكور والطبيعة المحاذية خلابة جدا. نظافة المطبخ كانت على درجة عالية، وجدا مهتمين بالتفاصيل والأواني التراثية. وهنا بدأت هاي السيدة الهورامية تحضر الأكلات التراثية للمطعم. بداية تفرد العجينة، ومن ثم تضيف الجوز إلى العجينة لتحضير الأكلة الهورامية المسمى بجيتا مشقي أو الخبز بالجوز. والعجينة الثانية تضيف إليها البصل الأخضر لتصبح أكلة كلانة. العجينة الثالثة أضافت إليها القيمة أو اللحم المثروم لتصبح كليرة بقيمة أو لحم بعجين على الطريقة الهورامية. المعجنات تخبز على الساج لمدة 3 إلى 4 دقائق للجهتين. وما تكتمل وما تحلى المائدة الكردية بدون الدو أو العيران الكردي. الأكلات كانت لذيذة والمكان جدا نظيف والإطلالات رائعة. تلقون تفاصيل المكان في صندوق الوصف للفيديو. توجهنا إلى وجهتنا الأخيرة بهذا المقطع، واللي هي بلدة تويلة، واللي تبعد بحدود 15 دقيقة عن بلدة بيارة صعودا نحو جبال هورمان. تويلة هي إحدى أقدم مناطق هورمان، وتمتاز بمواقعها الأثرية وخاصة قلاعها التاريخية. يسكنها حوالي 1200 نسمة، وهي على ارتفاع 1467 متر عن مستوى سطح البحر. هذه البلدة الرائعة عشقها الكثير من الشعراء والمثقفين الكرد، وكانت وما زالت ترفض المجتمع الكردي بمثقفين وفنانين كبار، وهي بوابة جنوب كردستان على مشرقها. تجولنا في أزقتها الجميلة
وأسواقها الرائعة، وتعرفنا على أهلها وشبابها الطيبين. هورامان منطقة واسعة ومتفرعة جدا، ولها ثقافة وتاريخ عميقين، لذا ستكون لنا رحلات قادمة لنغطي ما أمكن من إرثها الزاخر وطبيعتها الخلابة. نرجو أن أعجبتكم الرحلة. لا تنسونا بدعمكم لنا بالاشتراك ومشاركة آرائكم معنا. لكم منا كل المودة، ودمتم سالمين.